ورجعنا لكم مع خبر مع أحمد إبراهيم. بصوا. أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي إمكانية تقديم الحكومة محفزات لإنتاج الأعمال الدرامية المميزة من أجل صناعة العقول وبناء الجيل المشترك بعد خطب من بعض المسلسلات التي عرضت خلال شهر رمضان. وخلال لقاء اليوم الاثنين بأعضاء اللجنة المشكلة لبحث التحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية، أكد مدبولي إن تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي تعمل على المستوى الاستراتيجي بما يحقق أهداف تشكيلها في دراسة التأثيرات والاجتماعية للدراما المصرية والإعلام خلال العشرين عامًا الأخيرة، وإعداد خطة مرحلية متكاملة لتنفيذها خلال السنوات العشر القادمة. التكملة. ودعا مدبولي إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام والدراما في إعادة صياغة الشخصية المصرية، مطالبا اللجنة بإعداد تقرير بالإنتاج العملية وتوصياتها وآليات التنفيذ المقترحة خلال شهرين تمهيدا للعرض على الرئيس السيسي. التكملة. وأكد مدبولي أن القوى الناعمة المصرية لها مكانة قدرة كبيرة، حيث لا يتوقف تأثيرها عند الداخل المصري فقط بل يمتد إلى المحيط الإقليمي، لافتا لأن مصر كانت على الدوام تمتلك القدرة على تقديم إنتاج درامي وإعلام متميز وملهم بالنظر إلى امتلاكها كرامات من المبدعين في مختلف مجالات الإبداع. وكان مدبولي أن الإعلام والدراما المصرية قادران على صياغة وتوجيه رسائل تسهم في ترسيخ الانتباه وحرص القيم وإبراز الهوية ومعدن الشخصية المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمثل قوة ناعمة فاعلة في المنطقة، وبالتالي فإن مهمة اللجنة هو وضع توجه استراتيجي لإبراز دور القوى الناعمة المتعددة. التكملة. وأشار رئيس وزراء مصر إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم المطلوب للأعمال الدرامية الهادفة التي تحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية والمطلوبة، سواء فيما يتعلق بحرص الانتماء أو تعزيز تماسك الأسرة وإبراز القيم المتميزة. وكان مدبولي قد أصدر من قبل قرارا بتشكيل مجموعة عمل تعني بوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما وضبط الأعمال الدرامية تنفيذها لتوجيهات السيسي. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدراما برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس. التكملة. ووفقا لقرار المجلس تختص اللجنة بمتابعة ودراسة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام وإعداد تقرير بهذه الدراسة وفحص المخالفات التي يجري رصدها. ونص القرار على أن تقوم اللجنة بالتحقق من ثبوت المخالفات واقتراح القرار المناسب لها ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والإعراف المكتوبة الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019. وكانت مصر قد شهدت هضما كبيرا بسبب بعض مسلسلات رمضان، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل وطلبه لمراجعة الأمر. التكملة. وقال السيسي خلال الاحتفال بالأمهات المثاليات إن الدولة المصرية كانت تساهم في الدراما، وكان هناك إنتاج تلفزيوني للدولة وأهداف وضعها المتخصصون من أساتذة الجامعات المتخصصين في الإعلام وعلم النفس والاجتماع، مضيفا إلى أنه حدثت تطورات خلال الأربعين عاما الأخيرة وأسست الأعباء على التلفزيون الدولة، فبقت هي القادرة على القيام بهذا الدور. وقال السيسي إنه إذا كانت تكلفة صناعة الدراما تصل إلى 30 مليار جنيه فإن تأثيرها على المجتمع يبلغ أرقاما كبيرة هي تنفقها الدولة في أشياء أخرى. وقال الرئيس المصري إن الأمر تحول من صناعة إلى تجارة، مع الوضع في الاعتبار إنه من الممكن تحقيق أرباح لو كانت التكملة. إنه من الممكن تحقيق أرباح لو كانت الأعمال جيدة، مضيفا إنه يخشى على الذوق العام للمصريين. بس كده يا جماعة، ده الفيديو بتاعنا اليوم من أخبار مصر وأخبار العالم. وإن شاء الله الدراما والإعلام والغنى والموسيقى السوق يتعدل، عشان ده يعبر عن الذوق المصري ورا المعدن الحقيقي للمجتمع أو المواطن المصري. وإن شاء الله يتعدل، ورمضان الجاي نشوف أعمال هادفة بحق وحقيقي، سواء في الإعلام إعلاميات ممثلين ممثلات أو التمثيل أو الغنى والموسيقى، مغنيين مغنيات مطربين مطربات. وشكرا لكم في فيديو جديد
معكم أحمد إبراهيم، وشكرا.